عنده يعني واحد الصفه حزبيه كبيره ومرموقه بزاف يعني. وسمعنا بلي انه كاين تدخلات من قبل عائلته باش انهم يحاولوا يطمسوا القضيه. فهذا الشيء راه كتر في الكواليس بلي انه راه كيتحركوا يمين ويسار باش انهم يحاولوا يطمسوا القضيه هذه. بالنسبه للامن استاذ البارح الامن كنا عندهم الاول البارح والبارح قايمين بالوجه العمل ديالهم على اكمل وجه. تحقيقات ساريه غاديه في الاتجاه الصحيح. صراحه انا ملي كنسولهم كنقول لهم شكون اشنو الواقع كيبقاو ما يمكنش لينا نجاوبوك لان هادشي داخل في نطاق سريه البحث. سريه التحقيق. حنا كناشدوا يعني النيابه العامه انها تطبق القانون. كناشدوا التحقيق ذلك انه يسرع تطبيق القانون. بناء ان القانون بنا حنا يكون القانون فوق الجميع، ماشي ان هذا با، لان القانون الجنائي المغربي ما كيفرقش الناس، ماشي هذا با برلماني او با وزير او با رئيس حكومه او با رجل اعمال صافي غادي نكلاسيوه بانه راه ما خاضعش القانون الجنائي المغربي. كاين ان سول كود بينال واحد، كاين قانون جنائي مغربي واحد كيساوي بين الافراد ديال المجتمع، كيساوي بين المواطنين. حنا بغينا الحق ديال الاخ ديالي يرجع. الام ديالو راه ما كتنعش، الزوجه ديالو راه بحال يتلاها، نسابو ما كينعسوش، كلهم مرض. الاب ديالي ما كلاش النعمه 4 ايام ولا 5 ايام هذه كيتعالج، كياكل عليه كرامو باش كينعس، ما كياكلش النعمه نهائيا، كياكل هاد الدواء كنصوني ليه كيخفف جا من ديال الصويره الديباسه تاع الاكل كيحرك في عباد الله. هذه مده من نهار الثلاث، من 3 في الصباح وحنا كنجريو، من 3 الصباح وحنا كنجريو. وجاو هما جاو لحدا الكوميساريه كيضحكوا في الطوموبيل نهار الثلاث ونهار الاربعاء حتى اكتشفت الجريمه حتى البارح. قلت لكم استاذ مؤخرا يعني مؤخرا احتفلنا بالعيد الميلاد ديال الابنه ديالته اللي يعني في عمرها عام و20 يوم، وقدر الله ما شاء فعل. حنا فين اختفى نهار الاثنين، راه خرجنا مع 8 ديال العشيه و7 ديال العشيه وقمنا بالواجب ديالنا. واصلا لقينا كيدخل ويخرج في الهضره السيد، عيطنا ليه 3 ديال الصباح لقينا كيدخل ويخرج في الهضره، كيقول لك لا راه السي محمد ما كيستنيش الفلوس، راه عطيتهم ليه كاش اسبيس، لا راه هادي 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 لا راه هادي. كيتناقض في الاقوال ديالو، وكان كيستهزأ بالضابطه القضائيه ديال النوفيام ديال الحي المحمدي، الشرطه ديال الحي المحمدي كيستهزأ بهم، كان كيستهزأ قدامنا ملي كيجي لنا المحضر كيستهزأ بهم. لذلك حنا الثقه ديالنا في القضاء، حنا بين القضاء ينصف راه شفتوا راه الاخ ديالي تفناه، راه شفتوه جده متفحمه كلها، راه بحال الكره مدور. وي راه شاف الصديق الاب ديالي، شافها شحال من واحد الجثه دايره بحال الكره، بقاو فيه 2 ديال الصباح واللحم ديالو ما كايناش شي عظومه، والرجلين ديالو ما كاينينش حتى هما، ما كاينش رجلين، كلاهم الكلاب في ديك الغابه من وراء اليه عند الغابه، عند الغابه السخونه فين لقاوه. حنا اللي ماناش خايفين حاليا هو تدخل يعني الاب ديالو اللي عنده نفوذ، وعرفنا بان الاب ديالو هو اللي بنى الكوميساريه، هو اللي بنى السجن، هو اللي بنى محكمه الاستئناف. يعني راه عنده الاب ديالو راه عنده نفوذ كبير. هادشي ماناش خايفين حنا بينا الحياد الايجابي ديال السلطه في شخص الوكيل العام، وفي شخص القاضي التحقيق، وفي شخص قاضي اللي بيحكم اللي بيتبع الملف. بالنسبه للضابطه القضائيه راه غتكون 48 ساعه ديال الحراسه النظريه راه دازت. حنا داكشي باش كنامنوا كنقولوا بان المغرب شحال من حاله شفنا بعينينا، شفنا القضاء كياخذ المجرى ديالو، ولكن كنسمعوا بعض المرات بان كاين تدليل العداله او شي حاجه من هذا القبيل، او محاوله محاوله ديال العائله ديالو تجعل ان الابن ديالها مختل عقليا. راه ماشي مختل عقليا، راه السيد راه بعقلو، راه 100% بعقلو، السيد بعقلو، السيد راه زعما لا تكون محاوله بانه يدير شهاده طبيه عن بسيكياتر كونكوا راه مريض نفساني او عنده خلل نفسي او الى ما غير ذلك. عن بسيكياتر كونكوا راه مريض نفساني او عنده خلل نفسي او الى ما غير ذلك. هذا حتى هو بحد ذاته كتعتبر تحايل على القضاء. يعني ما بيناش حنا عائلته يتحايلوا على القضاء، وما بيناش عائلته شي واحد يوجههم، عائلته شي واحد يكون عنده نفوذ ويوجههم، يقول لهم شنو ديروا، شي واحد عنده ديريه بالقانون يحفظهم اشنو يقول واشنو ما يقولش. ويستغلوا الثغرات اللي كاينه في القانون المغربي. هادشي اللي ماناش خايفين حنا، وكنتمنى ان العداله تحقق. وراه الاخ ديالي راه عندي صفه واحده، عندي في غيفو، انا راه ماشي نتنازل على الحق ديال الاخ ديالي الى يوم الدين. انا راه هذه خص الراي العام الوطني والدولي يعرفها بلي انه انا راه الاخ ديالي راه غادي نتبعوا لاخر عرق في الحياه في ذاتي. راه الحق ديال الاخ ديالي ماشي نتنازل عليه، هادشي اللي نقدر نقول لكم. وبالنسبه كنشدوا كذلك العناصر اللي كانت مشاركه معاه في الجريمه ديال الحرق وديال الضرب ديالو. الاخ ديالي عنده بنيه جسمانيه صحيحه، فهمتي،
كاين ملي اللي شفنا في الصحافه هادشي ما غاديش الضبيطه القضائيه للاسف. مع كنحاول نسول الضبيطه القضائيه كيقول لك ودي حنا ولدي راه دايرين خدمتنا. غير واحد الملاحظه، راه تلقيت واحد التسمينات ايجابيه من رئيس ديال لابيجي ديال طرابرشت، ديال سلطه مراكش طرابرشت، ووالي الامن شخصيا طمأني، قال لي بان حق ولدكم راه غادي يرجع لكم، وحنا غنديروا الواجب ديالنا على اكمل وجه. الضابطه القضائيه البارح كذلك كيقول لك ودي حنا راه ما كنعسوش، حنا كنديروا العمل ديالنا واكثر باش نجبدوا نفكوا خيوط هذه القضيه هذه. انا اللي كناشد هو القضاء ياخذ لنا حقنا، وحنا غنتبعوا هذا الملف هذا، وحنا لاخر رمق. حنا انا شخصيا غنتبعوا، راه نتنزع على كل شيء في الحياه اليوميه ديالي باش نتبع المآل ديال القضيه ديال المقتل ديال الاخ ديالي اللي رزوني فيها انا كاخوه، ورزوا والديه الاب والام ديالهم، راه شفتهم كيفاش دايرين. الزوجه ديالو عباد الله، الزوجه ديالو كتنهار الزوجه ديالو، والنساب ديالو حتى هما جاو من كل فج، جاو من اي قنت. الاصدقاء ديالو حتى هما جاو، الاصدقاء ديالو حتى هما جاو من اي قنت. العائله ديالنا الاخوه ديالي جاو من قضايا بعض. من بعد ما سمعنا هذا التسجيل ديال الاخ ديال المرحوم رحمه الله، والله يصبر والديه ويصبر الزوجه ديالو، وهذا الفعل هذا استنكروه المغاربه كاملين. اليوم هذا الشاب وغدا شباب وحدين اخرين، هذا الشيء راه بزاف. واش كاين شي ناس كيديروا هذا الاجرام هذا؟ هذا الشيء كنشوفوه غير في افلام الرعب، انك تقتل واحد وتستمتع بالحرق ديالو وانت كتفرج فيه. هذا الشيء كنشوفوه غير في الافلام. كل شيء مخلوع، كاع التعاليق الناس تيبكيو، كل شيء كيندد بهذا الفعل هذا. حرام والله حتى حرام. كيف ما سمعتوا بان الاخ ديالو متخوف بان القضيه ما تاخذش المجرى ديالها، لانهم سمعوا شي اخبار بان العائله ديال هذا المجرم هذا كيديروا محاولات باش يخفيو اولا باش يدخلوا اولا باش يخفوا الحكم. وحنا ماشي غير محمد وعائلته اللي كيطلبوا، بل كل الشعب المغربي داخل الوطن وخارج الوطن كيطالبوا باقصى العقوبه لهذا المجرم باش يكون عبره لاي واحد سولات له نفسه يتعدى على اخوه المسلم. خوتي خواتاتي، كيف ما سمعتوا كيقول بانهم يقدروا يديروا له بانه مريض نفساني، ولكن حنا المغاربه غادي نوقفوا في وجه هاد الناس هادو، في وجه هاد الطغاة اللي كيتعنوا بالمناصب ديالهم وبالمناصب ديال الاباء ديالهم. والحمد لله السلطات دخلت بسرعه وقبضت على المجرم، وكذلك الضابطه القضائيه طمنت العائله ديال محمد بانها ما غاديش تنازل على الحق ديال محمد، وكذلك الشعب المغربي ما غاديش يتنازل على هذه القضيه. وصبحت قضيه راي عام، والحمد لله كل الصحافه كتكلم على هذه القضيه. حنا قلبا وقالبا مع عائله محمد، لان الصراحه الله ماشي غير عائلته اللي تشواو فيه، راه حتى المغاربه كاملين. والله العظيم جميع التعاليق كلشي الناس كيبكي، كلشي ماشي، لان ديك السيده مسكينه وهي كتقول انا ما عندي حد اعتقوني، كتستغيث بالمغاربه كاملين. حنا كذلك بدورنا المغاربه غادي يكونوا واقفين معاك. خوتي خواتاتي، كيف ما كتشوفوا معنا كثرات الجرائم، حضيو وليداتكم، وكل واحد يحضي راسو من الاصدقاء السوء من اي واحد كتشكوا فيه وفيه ريحه الغدر، بعدوا منه. والله ينجينا ونجيكم، والله يرحم مسكين المرحوم، الله يرحمه ويوسع عليه ويصبر والديه ويصبر مراته وبنيته ليها الله تعالى، الله ياخذ حقه، حسبنا الله ونعم الوكيل. خوتي خواتاتي كاملين، طلعوا عافاكم، بارطاجيو هاد لا فيديو، كتبوا تعاليق، ندوا بهاد الافعال هذه الدنيئه، باش هاد المجرمين مره واحده اخرى يخافوا ما يديروش بحال هكا وما يقتلوش ولدك وولدي وولاد المغاربه كاملين. خوتي خواتاتي، راه الحق يؤخذ ولا يعطى. خوتي خواتاتي، واكيد المغرب كيبين على انه بهذا القضاء النزيه اللي رجع حاليا، خصوصا من بعد ما كينتشر الخبر في مواقع التواصل. لان احنا كيف ما كتهضروا نتوما وكيهضروا الاخرين والصحافه والقنوات، اللهم لك الحمد، الصوت ديالنا كيوصل والامن كيتحرك بسرعه والسلطات كتدخل وكل شيء، يعني كيصبح الخبر منتشر. هذا هو علاش مسكين التهامي بناني ما خداش الحق ديالو في ديك الوقت، لانه ما كاينش، لان القضيه ديالو تطوات ودمصات، ما كانش. كانت الام ديالو مسكينه كتعذب في صمت، عيات ما تمشي وتجي والو. ولكن الحمد لله في هذه المواقع، واخا كاين الايجابي كاين السلبي، بسرعه البرق انتشر الخبر، اللهم لك الحمد، والسلطات تدخلوا بسرعه
والله ينجينا كما قلت لكم، وينجي وليداتكم ووليدات المسلمين. خوتاتي غادي نخليكم الى فيديو مقبل ان شاء الله، وتابعوا معنا الجديد ديال المرحوم الله يرحمه ويوسع عليه، حتى ناخذوا الحق ديالو كمغاربه وكأسره ديالو حنايا، لانه ولدنا هذا اصبح ماشي ولد عائلته بوحدو، ولد المغاربه الله يرحمه. واكيد بهاد الرحمه ديالكم وهاد الدعوات ديال الشعب المغربي غيكون ان شاء الله شهيد ان شاء الله في الجنه هاد الولد هذا. وبسلام عليكم اخوتي.